مساء الخير، ازيكم؟ النهارده هننضف حوامل البوتاجاز بكل سهولة وبكل بساطة بمكون واحد بس. هتنضفي حوامل البوتاجاز بسرعة البرق. هيبقى معاكي منتج سحري جميل جدا. هينضف معاكي الحوامل، هيشيل دهون السنين زي ما انت شايفة كده، دهون كمية رهيبة على الحوامل زي ما انت شايفة. هنخرجها بإذن الله وهترجع معانا جديدة زي الأول وأحسن كمان. ويا رب كده الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبك الفيديو شير ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. هنبتدي ننضف الحوامل بتاعتنا. زي ما انت شايفة أنا جبت بولة كبيرة حطيت فيها الحوامل البوتاجاز بتاعتنا، وهنجيب مية سخنة نحطها على الحوامل دي أول حاجة. بعد ما نغطي الحوامل بتاعتنا بالشكل ده بالمية، لازم نغمرهم بالمية كويس علشان تخرج منها كل الأوساخ. هنا معانا 4 معالق من البوتاص. البوتاص ده بأمانة قاهر للدهون وللأوساخ. طبعا لو عرفت البوتاص مش هتبطليه بصراحة، هتستخدميه في كل اي حاجة فيها دهون عندك هتستخدميه. هينظف معاكي بسرعة البرق، حلو خالص وبينظف معانا بكل سهولة وبدون اي حاجة هنجيبها من بره منتجات. خلي بالك هو بيطلع ابخرة كتير، فانتي حاولي تلبسي كمامة وتاخدي حذرك منه. هنقلب البطاطس بتاعنا في المية كويس علشان تنظف الحوامل معانا كويس. المية هتسخن مجرد ما انتي تنزلي بالبطاطس هي هتسخن جامد، رغم اننا احنا حاطين مية سخنة. هنا انا بعصاية كده بقلب البطاطس علشان من بعيد، علشان الريحة بتاعته وعلشان الواحدة تحمي نفسها يعني من الأبخرة اللي طالعة من البطاطس بتاعنا. زي ما انت شايفة مجرد ما قلبنا البطاطس بتاعنا في المية كويس، شايفة الدهون اللي خرجت من فوق قد ايه. هنسيب الحوامل بتاعتنا في المية لمدة 6 ساعات على الأقل، يعني من 6 ساعات إلى 12 ساعة. والأفضل إنك تعمليهم من بالليل وتنضفيهم الصبح، هيطلع معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. لو تلاحظي معايا الدهون بتخرج مجرد ما ماشي عليها السكينة، بتخرج بكل سهولة معانا. يعني البطاطس ده بأمانة سحر سحر. بينظف الدهون وبينظف الأوساخ المتراكمة بكل سهولة وبكل بساطة ومن غير تعب ولا مجهود. هننظف الحوامل بتاعتنا في البيت، ما تكسليش من غير ما انتي تجيبي منتجات من بره وتستخدميها. البطاطس مش غالي قوي ومتوفر في اي مكان. هتنضفي بيه جميع الدهون بتاعتك. طبعا هنخرج كل الدهون بالسكينة بالشكل ده الاول. بعد ما ننضف الدهون بتاعتنا بالسكين بالشكل ده، هنبتدي نغسل الحوامل بتاعتنا باللهلوبة اللي عملناها مع بعض على القناة. اللهلوبة دي بأمانة اسم على مسمى، لهلوبة جربيها مش هتندمي. هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، حلو خالص. بتنظف وبتشيل الدهون والأوساخ كتير كتير، يعني جميلة جدا جدا وعن تجربة أنا جربتها كتير. حلوة خالص وهتعجبك بجد، جربيها. هنا هبتدي اغسل الحوامل بتاعتي زي ما قلتلك باللهلوبة. بترغي معانا حلو وبتنضف وبتطلع الدهون والاوسخة واي حاجة متراكمة بتشيلها. زي ما انت شايفة كمية الاوساخ اللي نزلت في الطبق اللي احنا حاطين فيه الحوامل بتاعتنا كتيرة جدا جدا. طبعا انا بعد ما هغسلهم غسلة حلوة كده بالسلكة واللهلوبة اللي احنا عاملينها، او بريل او سائل مواعين المتوفر عندك هتستخدميه. هنشطفهم كده، هناخدهم على الحوض ونشطفهم بمية نظيفة وهنشوفهم. زي ما انت شايفة كده الحوامل بتاعتنا رجعت جديدة زي ما الكتاب ما بيقول، نطفت خالص معانا. حاجة كده جميلة جدا جدا وتستحق التجربة بجد. جربيها مش هتندمي، حلوة خالص. 4 معالق بوتاص
ما كلفتناش اي حاجة. كنا منظفين حوامل البوتاجاز بتاعتنا بكل سهولة. ملحوظة انا بقولك من الافضل انك انتي تحطيهم في المية دي، المية السخنة والبطاس من بالليل، هيوفر معاكي مجهود اقل، مش هتتعبي، مجرد ما تغسليهم بالسلك هتنضف معاكي. لو انتي نقعتيهم من بالليل مش هياخد اي وقت معاكي. جربي الطريقة مش هتندمي. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.